وكل الناس اللي شايفين ان الجزر سعوديه دول قابضين وتبع الاخوان واخدين فلوس من مين ومين ومين وخونه وعملاء. احنا كده مش هنعرف نبني بلد، وكده مش هنعرف يكون بينا نقاش موضوعي، وكده مش هنعرف نتكلم ونسمع بعض. وعلى فكرة كده الشعب مش هيفهم ومش هيسمع، وهيعتبر كل النواحي وكل يعني كل جانب عنده مصلحة في هذه القضية. في هيقول ان الحكومة عندها مصلحة لعلاقتها بالمملكة السعودية، وهيقول ان المعارضة عندها مصلحة عشان عايزة تعلي وتستخدم ده لتأجيج الناس ضد الحكومة. احنا مش عايزين ده، احنا عايزين نسمع ويكون عندنا صبر، وأتمنى أنه مجلس النواب يكون لديه صبر، ونكون مش ناويين نكروت الموضوع. يعني نتمنى أنه النهاردة ابتدينا نسمع التعليقات، وابتدينا نشوف شهود أو خبراء مهمين جدا زي خبراء في المساحة البحرية. ده كلام مهم يا جماعة، ده كلام مهم، مش بس أن النواب يسمعوه، أتمنى أن الشعب يسمعه. وأتمنى من السيد رئيس المجلس ومن السادة النواب أنه نسمع جلسات مجلس الشعب التي تناقش اتفاقية تعيين الحدود البحرية الملقبة بتيران وسنافير، ان احنا نسمع كل الجلسات على الهواء. في ناس تانية تقول لا، اصل الجلسات على الهواء فيها ميزة وفيها عيب. الميزة ان طبعا انت بتسمع، الناس بتسمع، وبالتالي بتقدر تفهم اذا كان ده صح ولا غلط. لكن العيب انه التلفزيون بيخليك احيانا تاخد مواقف شعبوية، وتاخد مواقف لا علاقة لها بالحقيقة، وتبقى عايز تزايد على الآخرين عشان تبدو بطل، سواء من الجانب ده أو من الجانب ده. تبدو بطل هنا وتبدو بطل هنا. خلوا بالكم أنا واضحة جدا، ويعني الحد الفاصل عندي واضح ودقيق. احنا هنا مش عشان نقول النتيجة، احنا هنا في طريق طويل بحثا عن الحقيقة. هذا البرنامج يعني يسعى للبحث عن الحقيقة كما هو حال نواب مجلس الشعب. احنا هنا مش عشان نقول لكم ان دي جزيرة مصرية، جزر مصرية ولا جزر سعودية. الحقيقة انا ما اعرفش. كل حد بيجي بورق وثائق تبدو عظيمة. يعني الحكومة الحقيقة لديها وثائق مهمة جدا، ولديها وثائق فعلا دامغة وبتؤكد ان مصر لا يمكن انها تبقى محتلة لهذه الجزر. تسمع بقى المعارضة تجد أيضا لديهم بعض الوثائق، والحقيقة أنه على المعارضة أيضا أن تتقدم بوثائقها، تتقدم بمؤرخيها، تتقدم بقانونيها عشان نقدر نفهم. وعلى الحكومة أن تتقدم بكل مستنداتها وما تخافش. حالة التخويف اللي شغالة في الشارع دي مش لازم نخاف منها، حالة التخويف اللي على الفيسبوك والإنترنت مش لازم نخاف منها. إذا إحنا بندور على الحقيقة ولا بندور على إيه؟ لو بندور على الحقيقة يبقى لازم نسمع بعض. لو بندور على الحقيقة يبقى لازم نمسك الوثائق دي ونفهم. وعلى فكرة مش احنا اللي هنقول ان كانت هذه الوثائق حقيقية ام يعني غير حقيقية، ان كانت هذه الوثائق يعتد بها ولا يعتد بها. ده موضوع يا جماعة معقد جدا وفني جدا، ونحن بصدد قضية فنية ولكن تحولت الى قضية سياسية. يمكن الخطأ الأساسي في التعامل مع هذه القضية إن إحنا من زمان جدا، يعني النهاردة هتسمع سيد وزير الخارجية هو بيقول إنه كان في جلسات 11 جلسة على مدى فترات طويلة. غالبا هذه الجلسات بدأت من 2010. إحنا من 2010 ما نعرفش حاجة عن هذه الجلسات. نمنا وصحينا فجأة فوجئنا إنه في اتفاقية بيتم توقيعها. هو ده الخطأ الأساسي، ان الناس كانت نايمه انه الجزيرتين دول في الكتب المدرسيه وفي كل شيء جزر مصريه، ثم استيقظت نكتشف انها بالوثائق الدامغه مش مصريه. فده طبعا بيثير جدل رهيب.